في الظل كده ومحدش واخد باله، في اليمن فوق جبل صبر في مدينة تعز في مقبرة بعيدة ومنعزلة. الناس بتحكي إن بالليل بيطلع منها أصوات أنين وعواء مخيف، وفي نصها شجرة عجوز بتتغذى على أجساد الموتى. في ليلة من الليالي شوية شباب اتجمعوا وقالوا يتحدوا بعض. واحد فيهم قال: أنا شجعكم واروح المقبرة لوحدي. ضحكوا عليه وقالوا: لو راجل اغرز مسمار في الشجرة وبكرة نلاقيه. الولد راح وسط الظلام ماسك مشعل، قرب للشجرة وغرز المسمار بإيده اللي كانت بتترعش، لكن وهو بيرجع حس بحاجة بتشده من الجذع، وفجأة طلع صوت هواء مرعب من المقبرة. تاني يوم الصبح الشباب راحوا لقوا جسد صاحبهم عند الشجرة، ووشه مرسوم عليه الرعب، وهدومه متعلقة بالمسمار اللي غرزه بنفسه. القصة دي متداولة جدا في اليمن، والمكان يعتبر من أرعب الأماكن هناك.